لمتنا اللي كانت نتفكروا ايام زمان. السلام عليكم، واش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ كلشي على خير؟ هاني اموركم؟ صحيحه لاباس؟ كي دايرين مع الصهودات؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم غنشوفوا واحد الحاجه شفتها. انا شفت واحد السيده دارسه عجبتني وقلت نجربها ونشاركها معكم. جربتها انا من قبل ولكن ما كانش عندي الكفته، لو جربتها بالصوصيس جات زوينه صراحه. هذا علاش قلت نجربها بالكفته كما دارسها السيده ونشاركها معكم. كفته مشويه في الكوكوط. شوف الكوكوط محطوط عندي هنايا. هنا عندي الكفته، عندي بصيله محكوكه معها واحد الريس ديال الثومه محكوك حتى هو، كزبره ومعدنوس والعطريه، ملحه بزار كمون والتحميره. ما بغيتش ندير انا سكينجبير لانه ما كيناسبنيش. هنايا عندنا بصله مقطعه بحال هكذا ومطيشه مقطعه هي بحال هكذا كبيره، وزيت الزيتون. هذه هي المكونات اللي كاينه. كفيته مع الاقامه ديالها، بصله محكوكه كزبره ومعدنوس دريس ديال الثوم والعطريه، بصله مقطعه كبير ومطيشه مقطعه كبير. هاد الكفته غادي نخلطوها مع هاد المكونات اللي كاينه هنايا. انا غنخدم بيدي لان هادشي انا اللي درتو. الوغ يدي نقيه مغسوله، ما كنخدمش بالكوانتي ما والو. الكوانتي كنخدم بهم ملي كنكون خدامه طالع لي في صحتي. كنفضل نخدم بيدي بحال هكا باش نحس براسي شنو كندير. كنعجنوا هاد الكفته بحال هكذا مع المكونات اللي عندنا، البصله والربيع وداك الطريس ديال الثومه يقدر اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، ماشي مشكله. ونعجنوا هادشي مزيان ونشكلوها اما كويرات اما صبيعات، كل واحد على حساب شنو اللي بغا وشنو اللي كيعجبو. الكميه دائما كما كنقول انا في الطبخ، كميه كل واحد كيشوف اللي كيناسبو وعلى حساب الناس اللي غاديين ياكلوا. ماشي بحال الحلوى خصك مقادير مضبوطه وبال 100 غرام وبال 200 غرام وكذا. هنايا الطياب كنطيبو على حساب الناس اللي غاديين ياكلوا. نغسل يدي ونجي عندكم. الكوكوط ما فيها حتى شي حاجه، كنجيبو البصله نسلحوها قاع، نقادوها بحال هكا دوائر ديال المطيشه. انا قطعتها دوائر، نقدر نقطعوها انصاف دوائر، نقطعوها كل واحد حر في طريقه التقطيع بصراحه. العطريه ما نحتاجوش نزيدو لان الكفته فيها العطريه ديالها وغادا تطلق الماء ديالها على هاد المكونات. المطيشه الكفيته كما قلنا نشكلوها كما بغينا حنا، اما كويرات قريصات صغيورين اما اصابع، اما كما بغينا حنا نشكلوها ونستفوها فوق هاد الخضره اللي حطينا في الكوكوط. الخضره اللي هي مطيشه ولا مطيشه والبصله، كتجينا كفيته بحال اللي مشويه في الكوكوط. انا شفتها غير الطريقه كيفاش دارتها السيده وكيفاش خدمتها عجبتني الصراحه، قلت نجربها علاش لا. انا غادي نديرها صبيعات بحال هكذا ونستفوها في الكوكوط.
نديرهم شويه كبار لان الكفته معروف ملي كطيب كتكش وكتذوب الماده الدسمه اللي فيها الشحمه يعني. صافي كيبقى المهم خير وبركه. نكملوا بهذه الطريقه. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنملو نستمروا نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. انا الحقيقه الكفته كتعجبني بحال هكا صبيعه تف شويه تف هذا فران ملي كنبغي نديرها كنفضل بهذا الشكل. صافي كملنا الكميه اللي عندنا. دابا المرحله ديال الزيت، ندير واحد الخويط ديال الزيت ما نكثروش بزاف. القرعه عندي راه كتكب غير شويه شويه ما كتكبش بزاف. صافي البصله كتطلق الماء، المطيشه كتطلق الماء ونسدو نشعلو عليها النار صغيره. النار صغيره فعلا، الفرن صغير، ونهار تكون النار تكون مهيله. وملي تبدا الكوكوط تصفر نحسبوا 15 دقيقه ربع ساعه. انا عندي هذه ما كتصفرش كدير ملي تبدا دير هذاك الحس نحسب 15 دقيقه ونعاودو نتلاقاو باش نمشيو فين. ها هي الكوكوط ما كتصفرش كدير غير هذاك ملي بدات بحال هكذا نخليها واحد 15 دقيقه 14 دقيقه. انا غنزرب عليها شويه غنديرها 13 14 ونعاودو نتلاقاو. كتبقى دير بحال هكا ماشي بحال الكوكوط الاخرى اللي مدوره كتبقى صفر هذه لا. صافي نتسناو عليها الوقت اللازم ونعاودو نتلاقاو. احنا رجعنا. كوكوط كملت طيابها، خليتها بردت واحد شويه باش نقدر نحلها وما توقعش كوارث. هي هذه الدخان الكفته مشويه في الكوكوط. غادي نهزوها مرحبا. الكفيته مشويه في الكوكوط ما درنا لا ما لا حتى شي حاجه، فقط زويته. البصله طلقت ماها، مطيشه طلقت ماها، والكفته خلاص هي كتطلق هذاك الماء ديالها. انا كنهز بهادي باش تشوفوا بان الماء اللي كيهبط كيبقى تما ديال البصله ديال المطيشه. الا بغينا حتى هو نزيدو هنايا اهلا وسهلا، ما بغيناش ماشي مشكله. خويناها. هذه هي الكفيته مشويه في الكوكوط ديالنا بالصحه والراحه. ذوقوا حيده بسم الله.
ما شهيتكم. بالصحة والراحة. نتمنى تشجعوا وتجربوها كما جربتها انا غير شفت السيده دارتها وجربتها، كتجي زوينه. الخبيز انا ما عجبناش اليوم، خبز غير شريتو. وبالصحه والراحه. مرحبا بكم، ما تمشيو فين الغدا هنايا. كنتمنى تشجعوا كما قلت معكم قبيله وتجربوها، مذاقها زوين. ممكن نزيدوا فيها اكثر من هكا ديال التحميره اللي بغى. انا كتعجبني بحال هكا تبقى لونها طبيعي. كتعجبني هذا اللون بحال هكا. بالصحه والراحه. نحيدوا الكوكوط ونتفضلوا ناكلوا. كويس ديال اتاي. انا عندي اتاي بارد، ما عنديش اتاي سخون. اتاي سخون شربت قبيله ملي برات خرجت. بالصحه والراحه. الكفته مشويه في الكوكوط.